السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في القناة. اليوم غادي نحضروا بيتزا بجوج طرق. تبعوا معايا الطريقة وفي نفس الوقت المقادير. عندي هنايا كاس مع مرش ديال الماء، تقريبا واحد 200 مليلتر ديال الماء، وعندي كاس نص كاس مخلط ما بين الزبدة والزيت وبيضة كاملة. هاد العجينة صدقوني كتجي صراحة الله رائعة في البيتزا. عندي هنايا 4 المعالق الحليب هبرة، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ومعلقة كبيرة ديال السكر، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. وعندي هنا الزعتر، معلقة تقريبا كبيرة ديال الزعتر، وعندي معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات. كنطربوا العناصر مزيان وكنخليوها واحد شويش كتفاعل، ومن بعد كنضيف الدقيق. عندي هنا الطحين الفورس وعندي الفينو مخلط. بالنسبه للطحين ديال الفورس كيكون كتر من الفينو. كنبقى كنضيف الطحين بالتدريج حتى كتجمع معايا العجينه كتكون خفيفه، يعني ما كتربيوهاش ثقيله، كتكون خفيفه كتلتصق في اليدين. صافي كندهنها بشويش ديال الزيت وكنخليها كتخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. هنا غادي نوجد الحشوه الاولى. كتاخذوا واحد الكميه ديال الكفته كديروها على العطريه، شويش ديال التحميره وسكينجبير وشويش د الملحه، وكنشحرها شويش في الزيت، وشويه ديال البودره ديال البصله. الا كانتش ديروا البصله عاديه، يقردوها تكون رقيقه باش ما كتبانش. هنا العجينه خمرات. صراحه هاد العجينه كتجي ساهله وكتجي زوينه بزاف. تقدروا تستعملوا هذا حتى في معجنات وحدين اخرين. العجينه كتكون طاوعه مزيان. غادي ندوز نقسم هاد العجينه كويرات بهذا الشكل. المهم الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم فرديين ولا بغيتوها على شكل جماعي وحده كبيره. هو ملي تكونوا قرصوها رقيقه، لان العجينه كتنفخ في الفران ملي كطيب، يعني تكون السمك ديالها تقريبا واحد 2 المليم. شحال ما كانت رقيقه كتكون زوينه. كنحتفظ بهم هنايا حتى كيخمروا للمره الثانيه، ولا كيرتاحوا تقريبا واحد المده على ما كتطلق العجينه. هنا عندي البصله والفلفله مقطعين، ما كنشحرهمش، انا كنديرهم هكا كيطيبوا مع البيتزا. صافي. ومن بعد كندوز كنقرص العجينه، كنرققها مزيان كما قلت لكم، رققوها مزيان. ومن بعد كنتقبها هكا بفرشيطه وكندخل كنطيب العجينه ديال البيتزا. شوفوا كيفاش كتجي صراحه الله زوينه. تقدروا تحتفظوا بها حتى تبغيو تستعملوها بعد جبتوا الكميه اللي بغيتو. طريقه الاحتفاظ راه ساهله. كتخليوها حتى كتبرد ومن بعد كتضيفوها كتجمعوها في واحد الميكا صالحه ديال الميكا ديال الطبخ، وكتحتفظوا بها في الكونجيلاتور. بالنسبه لاصوص الطوماط، عندي انا هنايا لاصوص الطوماط العاديه الجاهزه. كنضيف لها شويش ديال التوابل، شويش ديال الزعتر، وكنديرها كطبخ شي شويش. كنضيف لها شويش ديال الزيت البلديه، شويه ديال الثومه بودر، وكنضيفها كطبخ واحد شي شويش. ومن بعد كنبقى كنزيدها على البيتزا. هنا الكفته اللي شحرت معاكم. بالنسبه للتعميره راه كتبقى لكم اختيار، هكا افكار. الناس اللي كيعجبهم الدجاج يديروا الدجاج، انا كتعجبني هكا الكفته، البيتزا بالكفته، يا اما بالطون يا اما بالحوت عادي. البصله كتقطعوها رقيقه باش ملي كتدخلوها للطيب، حيت الخبز اولا البيتزا العجينه ديالها راه طابت عندنا، طابت نص طيبه، يعني غادي ندخلوها غير تحمر شي شويش من التحت ويذوب داك الفرماج اللي غادي نضيفو من الفوق. يعني ما كتكملش واحد 5 دقائق. الفران كيكون سخون قبل ملي كطيبوها. كنضيف هنا شويش ديال الزيتون، داكشي اختياري. كتعمروا البيتزا بداكشي اللي كيعجبكم.
من بعد كندير واحد الكميه وفيره ديال الفرماج. الفرماج كنعرفوا بان كلشي كيعجبو الفرماج في البيتزا، حتى هو لكم الاختيار، يعني الفرماج اللي كيعجبكم. صافي كما قلت لكم كتكون الفران كيكون سخون من قبل، يعني كندخلها تحمر من التحت وكيذوب الفرماج، يعني 5 دقائق راها بزاف، يعني واحد 4 دقائق ولا 3 دقائق، ماشي ماشي مده طويله. هنا غادي ندوز نحضر الحشوه الثانيه ولا التعميره الثانيه ديال البيتزا. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، نخليها تذوب. من بعد غنضيف واحد الكميه ديال الكروفيت، نخليه يطيب واحد العافيه. ديما كتكون مجهده على الحوت باش ما كيطلقناش الماء. الابزار والملحه، هادو هما التوابل اللي غادي ندير باش كتبقى ديك النكهه ديال الحوت باينه. غادي نشحر الحوت اولا الكروفيت، نشحرو باش ما يطلقش الماء. صافي تقريبا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، ومن بعد كنصفيه. في نفس المقله غادي نشحر الكالامار. الكالامار ما طيبوش بزاف باش ما كيقصاحش، تقريبا واحد 5 دقائق. كتقلبوه ملي كتقلبوه كيتقطع معكم بسهوله، صافي كطفيو عليه، يعني ما طيبوهش بزاف ولا تقليوه بزاف. نفس التوابل ضفتها، الملحه والابزار. غادي ندوز هنا نحضر الصلصه البيضاء. درت هنايا كاس ديال الحليب، تقريبا واحد 200 مل ديال الحليب. ضفت شويش د الملحه وشويش ديال الابزار، وجوج معالق ديال النشا. غادي نطرب هاد العناصر ومازال الحليب بارد. ومن بعد غادي نضيفو فوق العافيه حتى يختار ولا تيتقال شويش، وحنا كنحركو. من بعد ملي كتختار لاصوص كنضيف الجبن المبشور، اولا كتضيفوا جبن ديال الدهن مثلثات اولا جبن المربعات، المهم اللي كان متوفر. هاد لاصوص كتكون خفيفه شي شويش، الا تقالت معكم كتزيدوا شويش ديال الحليب اولا شويش ديال الزبده. صافي كندهن هاد الصلصه البيضاء. الصراحه هاد الصلصه البيضاء حتى هي كتجي زوينه، هكا مع البيتزا ومع الحوت. يعني شويش نبدلو على الصلصه الحمراء ولا لاصوص طوماط، نبدلو هكا بالصلصه البيضاء، كتجي حتى هكا زوينه، عاطيه ذوق زوين البيتزا. من بعد هنا كنضيف واحد كميه ديال الفرماج، هي الاولى. بالنسبه للتعميره ديال البيتزا راه قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، هذه مجرد افكار. ومنين تجبدوا شي حاجه مثلا من الكونجيلاتور، ملي تجبدوا هكا العجينه اللي غطيبوا، جبدوا غير القدر اللي غادي تاكلوا، يعني ما تخليوش، ما تجبدوش كميه كثيره باش ما كتضيعش. كتجبدوا غير مثلا انا جبدت غير جوج. انا جمعت البيتزا جوج طرق، جمعتهم في فيديو واحد، يعني كل نهار كنت خدمت طريقه، ولكن جمعتهم في فيديو واحد باش تجي هكا موضحه اكثر. صافي كنوزع الحوت بهاد الطريقه. الحوت راه طايب، كلشي طايب، يعني غندخل البيتزا غير تحمر من التحت وداك الفرماج يذوب حتى هو من الفوق. بالنسبه لهاد البيتزات ديال الحوت ما يمكن نديرهم، اللي كيفضل يدير الخضره يديرها، انا ما كنفضلش مثلا ندير هكا الخضره، كتجي غير هكا ديال الحوت بحال اللي كناخذوا هكا في المطاعم. بصراحه كتجي حتى هي بنينه وكتجي زوينه في المذاق.
الفرن كيكون من قبل شاعل على درجة حرارة ديال تقريبا 100 ولا 200. انا ضفت غير واحد شويش ديال البصله رقيقه مقطعه وشويه ديال الزيتون كحل اختياري، اللي كيبغي ما يضيفو، اللي ما كيبغيش ما يضيفو، وواحد الرشه ديال الزعتر من الوجه. الزعتر كما كنعرفو كيمشي مع البيتزا وكيمشي مع هاد الصلصه البيضاء، كيمشي معاها زوين بزاف. وهذه هي البيتزا مني وجدات صراحه كتجي زوينه. قطعتها بهذه الطريقه باش تشوفوا كيفاش كتجي رقيقه العجينه بزاف. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار نتمنى يعجبكم. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه اللي كتخليو. الا عجبتكم شي وصفه او لا كنتو باغيين شي وصفه نديرها خليوها لي في التعاليق وان شاء الله نجربها معكم باذن الله. نخليكم مع باقي الفيديو وباقي الصور للطريقه وتحضير الشكل النهائي ديال البيتزا الثانيه. كنقول لكم شكرا لكم بزاف ونتلاقى ان شاء الله معكم في فيديو اخر.